السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عبد الله محمد. كعادتنا قبل ما نبدأ الفيديو بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. ليه مسحت ابلكيشن التيك توك من عندي؟ بداية التيك توك أنا قعدت فترة بنزل فيديوهات على التيك توك، وقعدت فترة بستخدم التيك توك. معدل الفيديو على التيك توك 30 ثانية، اللي هو فيديو سريع بتتفرج على فيديو، الفيديو اللي بعده، الفيديو اللي بعده، الفيديو اللي بعده، بتلاقي نفسك ضيعت نص ساعة أو ساعة من يومك في حاجة تافهة، حاجة ملهاش قيمة. وابتديت ألاحظ إن أغلب فيديوهات التيك توك عبارة عن تفاهة ودياسة وغنى ورقص وقلة أدب وكلام كله كده مضيعة للوقت على الفاضي، وبتشيل ذنوب وبتشيل ذنوب. ابتديت اللي أنا أتفرج على فيديوهات السوشيال ميديا عموما وتأثيرها على الواحد، وإيه السوشيال ميديا دي وعبارة عن إيه. لقيت الناس بتتكلم إن السوشيال ميديا سواء تيك توك أو فيسبوك أو انستجرام أو يوتيوب أو أيا كان، كل منصة من المنصات دي بيبقى ليها هدف معين، اللي هو الربح من وراك انت عن طريق الاعلانات اللي بتنزل على الفيديوهات. التيك توكر بيبتدوا ان هم يشتغلوا على حتة ان هم يعملوا فيديوهات هلس ورقص وحاجات من اللي بتجيب مشاهدات، عشان خاطر بعد كده يبدأ يطلع في لايفات ويبقى ليه داعمين وناس بتبقى سبورت ليه وبتبعت له هدايا، والهدايا دي بيبقى ليها مقابل فلوس والكلام ده كله. في محتويات هادفة على التيك توك، في محتويات هادفة على التيك توك، في محتويات مفيدة على التيك توك، في محتويات مفيدة على التيك توك، بس في الغالب بيبقى واحد طالع هو ومراته قلة أدب ورقص وقلة أدب، وواحد طالع عايز فلوس بيقول اعمل كذا ومش عارف اعمل كذا، وتحديات ان هو يبتدي يكب حاجات على وشه، واللي طالع بيرقص واللي طالع بيغني واللي طالع تهز وترقص وكلام من هذا القبيل. فلقيت ان التيك توك كده عبارة عن مضيعة للوقت على الفاضي، ما بتستفادش من ورا بأي حاجة. وأول ما بتحمل أصلا أبلكيشن التيك توك بيبتدي يعرض لك فيديوهات، بيشوف أنت عايز الفيديوهات من أنهي نوع، وبيبتدي بعد كده إن هو ينزل لك بقى فيديوهات من دي كتير، وتضيع وقتك في حاجات فاضية وحاجات تافهة ملهاش أي قيمة. لقيت إن أنا عشان خاطر أنشر محتوايا سواء يوتيوب أو تيك توك، اشتغلت على اليوتيوب فترة. اليوتيوب مشاهداته ما بتبقاش اللي هي بتاخد وقت قبل ما توصل للناس والناس تبتدي تشوفك، لكن التيك توك بيبدأ ان هو الفيديوهات بتجيب مشاهدات وبتظهر بسرعة للناس. بس لقيت ان انا في الاول وفي الاخر ببتدي ان انا اشتغل على حاجة عشان خاطر اجيب مشاهدات واتشهر على حاجة تانية. يعني انا كان هدفي من التيك توك ان انا اجيب مشاهدات، وبعد كده الناس اللي على التيك توك تجيلي على اليوتيوب، وابتدي ان الناس تشوفني على اليوتيوب. رجعت لنفسي قلت طب وانا هدفي من التيك توك او اليوتيوب ايا كان ايه هو؟ الربح المادي؟ لا، ما كانش ده هدفي. ما كانش ده هدفي. انا هدفي ان انا محتوايا يوصل للناس بطريقة كويسة، والناس إن لو واحد او اتنين استفادوا بكلمة انا بقولها ده حاجة هتبسطني وتريحني، لكن المقابل المادي ده انا ما بدورش عليه وما بسعاش ليه. يعني انا بقدم المحتوى ده عشان خاطر بحبه، بحب ان انا اعمل فيديوهات، بحب ان انا اطلع، لو واحد او اتنين شافوني ببقى مبسوط وسعيد. ده الهدف بتاعي. انما لقيت ان انا على التيك توك هظهر في منصة في الغالب ملهاش قيمة، في الغالب شبه منصة هدفها الأول والآخر نشر التفاهة والدياسة وقلة الأدب والكلام ده كله. ولقيت إن أنا هتحط في دايرة مش لطيفة بالنسبة لي، فده كان السبب الأول والأساسي اللي أنا أمسح أبليكيشن التيك توك. ومنصحش بأي حد إن هو يكون أبليكيشن زي ده عنده على الموبايل، لأن الأبليكيشن ده مضيعة للوقت وحاجات كده يعني انت كل مشاهدة بتتفرج عليها بتساعد ان المشاهدة دي توصل لواحد تاني. كل فيديو بتتفرج عليه على التيك توك عملت عليه لايك ايا كان محتواه، بتنشر الفيديو ده لواحد تاني. فلقيت ان انا ممكن اشيل وزر وذنب انا محبش اللي انا اشيله. فده كان هدفي من الفيديو، ويا ريت لو معلومة وصلت لك تعمل بيها. وفي الاول وفي الاخر ده قرارك، وفي الاول وفي الاخر دي حياتك وانت حر فيها وتعمل اللي انت عايزه. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.